النهارده بقى نتكلم عن سفر اللاويين. سفر اللاويين هو احد اسفار موسى الخمسه او اللي بتتسمى توراة موسى. هم اول 5 اسفار في الكتاب المقدس: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنيه، اللي كتبهم موسى النبي. سفر اللاويين من اسمه بيبان ان هو السفر الخاص بالعباده، لان سبط لاوي هو سبط الكهنوت واللي كان شعارهم نصيبي هو الرب. سبط لاوي كمان هو اللي طلع منه هارون الكاهن وهو رئيس كهنه العهد القديم، والسبط ده كمان هو اساس خدمه خيمه الاجتماع اللي بعد كده بقت هيكل سليمان. وكمان زي ما انتم عارفين سبط لاوي ما كانش ليه اي نصيب في الارض، وكان بيقول دايما نصيبي هو الرب، لكنه كان بياخد عشر من كل سبط، وهو كمان كان بيعشر من اللي عنده. ومن سبط لاوي في الكهنه وفي حاملي المقدسات وفي حراس الهيكل وفي كمان فئه المغنيين او المرتلين، كل دول من سبط لاوي. عموما سفر اللاويين هو السفر اللي كان مختص بتفسير الشرائع والطقوس اللي كانت مختصه بالعباده في العهد القديم. تعالوا بينا نحفظ تقسيمه سفر اللاويين. لاويين من اصحاح 1 لاصحاح 7 ده كان بيكلمنا عن الذبائح والقرابين، وده جزء مهم قوي عشان بيحكي لنا حياه اليهودي اليوميه ونظام الذبائح كان ماشي ازاي. يعني مثلا كان في ذبيحه مسائيه وفي ذبيحه صباحيه، وكان برضو بيتكلمنا عن انواع الذبائح وتفصيلات الذبيحه وازاي كانت بتقدم، وخلينا نعرف ان كل الذبائح دي كانت بترمز لربنا يسوع في العهد الجديد. وكل ده وقف في العهد الجديد لان القديس بولس الرسول بيقول فصحنا المسيح ذبح لاجلنا. فاحنا بنعيد مش بذبائح عهد قديم ولا بتقديمات عهد قديم، لكن بفطير الاخلاص والحق او بروح العهد الجديد. وكمان احنا لينا مذبح لكن لا سلطان الذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه. وبعد كده اصحاح 8 و9 و10 بيكلمونا عن الكهنوت والمكرسين. ومن 11 ل 13 شرائع النجاسه والتطهير. واليهودي زمان كان في حاجات كتير ممكن تنجسه، زي مثلا بعض الامراض زي البرص وبعض الحيوانات النجسه، وكمان انه يلمس واحد ميت. وكان في شرائع وطقوس كتيره قوي بيقوم بيها علشان يطهروا من نجاسته. وتطهير اليهودي من نجاسته ده رمز للفداء والمعموديه والتوبه المستمره. وماء التطهير دايما بيرمز لعمل الروح القدس في تطهير النفس. ومن اصحاح 17 ل 22 السفر بيكلمنا عن المحرمات. ربنا في العهد القديم كان قايل لليهودي على حاجات كتير قوي حرام ان هو يعملها في علاقاته مع الناس وفي علاقاته مع ربنا وفي علاقاته في شغله وكمان مع كل اللي حواليه. ولويين من 23 ل 25 بيكلمنا عن الاعياد والمواسم، وده جزء مهم جدا لانه بيعرفنا عن اهم الاعياد اللي اليهودي كان بيمارسها في العهد القديم. هم 3 اعياد كبار: عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين. ومواسم يعني في اعياد كتير برضو صغيره اليهودي كان بيعيشها. واخر سفر اللاويين اصحاح 26 و27 بيكلمونا عن التقديس او التخصيص، وكأن ربنا عاوز يقول لنا ان السفر كله هدفه ان الانسان يكون مقدس ومخصص لربنا. وكأن بالظبط حياتنا كلها بالطقوس والعبادات اللي احنا بنقوم بيها هو هدفها بالظبط ان احنا نكون قديسين، وزي ما ربنا قال وتكونون لي قديسين لاني قدوس انا الرب. ودي آية ذكرت في سفر اللاويين. لكن للاسف نادرا ما كان حد في العهد القديم بيعرف يكون قديس، وعلشان كده ربنا يسوع لما جه على الارض اكمل وصايا العهد القديم في العهد الجديد في ال4 اناجيل، خصوصا في الموعظه على الجبل في متى 5 و6 و7. وعلشان كده هو قال ما جئت لانقض بل لاكمل.